تعالوا نشوفوا الكيكة القمر دي عملناها ازاي. كيكة برتقان جميلة وتحفة وهشة، هتجربوا وتقولوا. تعالوا بس نتابع الخطوات بالظبط يا جماعة ونعمل بالظبط زي ما هقولكم. دول 7 بيضات، انا هعمل مقدارين في صاج واحد، فانا حطيت هنا 7 بيضات عليهم فانيليا وهضربهم بالميكسر بالعجان شوية. وانا هنا شغالة هنا هعمل ايه؟ السكر معايا حطيته 3 كوبايات سكر على بشر برتقانتين، وبحاول ادلك كويس السكر والبشر قوي عشان اطلع المادة الزيتية والريحة بتاعت البرتقان القشر المركزة معانا بتبقى اكتر نتيجة واحسن وافضل نتيجة هتشوفوها معانا ان شاء الله. وجربوا وقولوا لي رايكم ايه. لايك وشير حبايبي، يلا معايا. زي ما بقول لكم هنا بندلك كويس السكر اهو مع قشر بشر البرتقان اللي احنا بشرناه. على جنب هنا مجهزه الصاج بتاعي مبطناه بالسمنه والدقيق، تمام، عشان خاطر اخلص وعلى طول اضيفه في الفرن. الفرن طبعا شغال. مع هنا البيض زي ما انتم شايفين بنضربه كويس جدا، وبعدين بنبدأ نضيف عليه السكر بس بالتدريج على دفعات، والميكسر شغال على اهدى سرعة معانا. تمام، يبقى احنا اتفقنا ان هنا معانا ايه؟ مقدار الصاجين لحد ما نخلص على طول كمية السكر معانا. خلصنا هنا السكر بنبدأ نضيف كوباية زيت. انا هضيف هنا معايا في المقدار ده كوباية زيت ونص سمنة. تمام، بنشغل تاني عليه الميكسر. كل ما بضيف حاجة برضو اضربه شوية لحد هنا ما اخلص المادة الدهنية. وبرضو ضفنا هنا كوباية عصير برتقال، وده مش هيبدأ من المواد السائلة بس فقط لوحدي، انا هقول لكم هنضيف ايه تاني، بس خليكم معايا للاخر واحنا نشوف النتيجة عملت ايه. تمام، هنا بنضيف محسن، معلقة كبيرة محسن، وبشغل عليه برضو بشغل عليه بخلطه مع المواد السائلة اللي احنا ضفناها. الدقيق هنا انا معايا 5 كوبايات دقيق عليهم ذرة ملح و2 كيس بودر. تمام، ضفنا الملح و2 باكت من البودر، وبضيف الدقيق، بس بضيف الدقيق على دفعات مش دفعة واحدة، يعني حبيتي على مرتين على 3، كل ما كان ايه دفعات اكتر كانت افضل، انت كده تاخديها افضل. طبعا نخلينه كذا مرة تدخلي الدقيق عشان بتدخلي فيه هوا على قد ما تقدري. هنا مش بنبالغ في الخلط قوي عشان خاطر يا دوب بس الدقيق يعني يختفي من الخلط بتاعنا، وبشغله على اهدى سرعة. مجهزة معايا هنا 1.5 كوباية لبن، انا بغليها خالص بخليها سخنة جدا. لما اخلص كمية الدقيق اللي احنا هنضيفها ابدأ اضيف اللبن عليها اللي هو اللبن السخن جدا اهو. هنا معايا ضفت 1.5 كوباية. تمام، هنا بيدي نتيجة هايلة وجميلة مع الكيكة لما بتطلع بتبقى هشة. هنا بس بالسباتشولا كده بجيب كده ايه الجوانب، وبجيبها كده مرة من النص كده، يعني تحسبا ان يكون في دي لسه ما اختلطش مع العجين. هنا جبنا الصاج بتاعنا 30 في 40 بس حرفه عالي، تمام، عشان ادي فرصة للكيك ان هو يرتفع. لايك وشير حبايبي معايا، يلا. هنا ببدأ اضيف الخليط بتاعنا. تمام، كل ده ايه بحاول معاكم في اتجاه واحد، ما تروحيش وتيجي بالعجين. هنا بالستيكس معانا بحاول اشيل الفقاقيع اللي هي بتكون على وش الخليط من فوق. تمام، وبضيفه وبحطه في الفرن، وزي طلع معانا بقى زي الفل ما شاء الله، جميل جدا وهش طبعا. وانتي بتطلعي اول قطعة عايزة تقطعي بقى مربعات مثلثات شرايح رفيعة براحتك خالص، ما شاء الله عليه. اول قطعة بس هي اللي بتبقى ايه يعني على ما بتحاولي كده عليها على ما تيجي معاكي ما شاء الله. شوفوا عليها ازاي جميلة وتحفة، والف هنا وشفا يا رب. وجربوها قولوا لي رايكم ايه. عايزة تضيفي عليها تلمعيها بمعلقة مربى وعلى وشها جوز هند زي ما انت حابة، تسيبيها زي ما هي مفيش اي مشكلة خالص. يلا قدميها لولادك ولحبايبك
وممكن تحطيها كمان في اللانش بوكس مع الولاد وهم رايحين المدرسة، افضل كتير ومغذية وحاطة فيها لبن وبيض وكل حاجة. والف هنا وشفا يا رب على قلوبكم جميعا. يلا جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. بصوا عالية ازاي ما شاء الله، والمسام بتاعتها ضيقة وجميلة، مسامها مفتحة جميلة خالص ما شاء الله، مش هتبطلي اكل فيها. يلا الف هنا وشفا حبايبي.